هناك أيضا طرفة لا تخلو من عبرة. أحد الطلاب رسب في مادة التعبير، فقال الأساتذة للمدرس: ما أحد يرسب في مادة التعبير، لماذا رسب هذا الطالب؟ قال: كلما سألته عن موضوع أجابني عن موضوع آخر. قالوا له: كيف؟ قال: مرة سألته أن يكتب تعبيرا عن فصل الربيع، فكتب إن الربيع هو الوقت الذي تنمو فيه الأشجار وتكثر فيه الأزهار، ثم يأكل منها الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء وهو حيوان يصبر على الجوع والعطش، ثم ظل يقدم تعبيرا عن الجمل. فقالوا له: ربما كان الجمل ذو علاقة وثيقة بالربيع. فقال له: إنني أسأل عن موضوعات بعيدة جدا. قالوا: مثل ماذا؟ قال: سألته مرة من المرات عن الصناعات في اليابان، فتكلم عن اليابان وأنها دولة صناعية، وأنه من ضمن ما تصنع السيارات، والسيارات لا تستخدم في الصحراء، فإن الذي يستخدم في الصحراء هو الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، وهو كذا وكذا وكذا. قالوا: في مثال آخر؟ قال: في مثال آخر. سأله يوم من الأيام عن الكمبيوتر، فقال: الكمبيوتر هو يعني إنتاج أو منتج عصري حديث، ويقابله الجمل الذي هو يعني عريق وهو من خلق الله تعالى، والجمل سفينة الصحراء وهو كذا وكذا وكذا. المهم رسب الطالب في الاختبار، فكتب تظلما إلى وزير التربية والتعليم، وقال في هذا الخطاب إلى معالي وزير التربية والتعليم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنني أتظلم إليك من الأستاذ الذي رسبني في مادة التعبير، وقد صبرت عليه صبر الجمل، وكما تعلم يا معالي الوزير فإن الجمل هو سفينة الصحراء إلى آخر ما قال.